قبل البداية طلب بسيط: اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. لنبدأ. هيا بنا لنبدأ. شبه إجماع عالمي يوم أمس عقب نهاية مقابلة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، والتي انتهت لصالح فرنسا ب2-0، وبوجود مؤامرة ضد المغرب لكي لا يصل للمباراة النهائية لعدة اعتبارات. وبدا ذلك للعيان في الانزعاج الواضح من رئيس الفيفا من تأهل المغرب لدور النصف عند إعلان نهاية مقابلة المغرب والبرتغال. عادة إنفانتينو يصفق دائما للمنتخب الفائز، لكنه تصرف بشكل غريب جدا اتجاه المغرب عند التأهل ولم يسبق له التصفيق له، ويمكن اعتبار هذه الأشياء مؤامرة ضد المغرب. ونذكر منها منع الطائرات المغربية من الحضور لقطر في آخر لحظة بأوامر عليا، وكذلك حضور الرئيس الفرنسي إلى جانب رئيس الفيفا وغياب الأمير تميم وعائلته المرفوقين دائما بالراية المغربية لتشجيع المنتخب، وكذلك غياب تدخل الفار وعدم منح ضربتي جزاء واضحتين بشهادة انتخاب في التحكيم عبر قنوات بي ان سبور وقناة اسبانيا ولاعبين ومحللين كبار مثل فينجر كاكا ولامبرد. والنتيجة ربما كانت ستغير الموازين. الفيفا لن ترضى إلا بمرور الأقوياء حسب منظورها. أحيانا المال والسياسة تتدخل كذلك في منح الفوز لمن أرادوا. كذلك يمكن القول أن الفيفا ليس في مصلحتها تغيير موازين القوى وتأهل فريق مغمور أمام فريق مرشح للفوز بالكأس، خاصة وأنه فريق عربي أفريقي، وبالتالي بعثرته القيمة التسويقية والإشهارية للاعبين ومنتخبات تاريخية قوية أو بها دوريات كبرى تضخ بعائدات مالية ضخمة. إذا رجعنا بالزمن قليلا سنجد انزعاج واضح من رئيس الفيفا من تأهل المغرب لدور النصف عند إعلان نهاية مقابلة المغرب والبرتغال. إذا ركزتم جيدا وعادتم الفيديو، عادة إنفانتينو يبتسم ويصفق للمنتخب الفائز، لكنه تصرف بشكل غريب جدا. فهل هناك علاقة بينهما؟ أعتقد حتى حضور ماكرون ليس بريئا. الفيفا لن ترضى إلا بمرور الأقوياء حسب منظورها، ولن تسمح بإقصاء آخر منتخب أوروبي وتأهل منتخب إفريقي عربي للنهائي. أحيانا المال والسياسة تتدخل كذلك في منح الفوز لمن أرادوا. والفيفا كذلك لم يعجبها التحام الجماهير العربية والإسلامية. منظر الأندونيسيين وهم يدعون الله في مشهد رهيب لم يعجبها. كذلك رفع العلم الفلسطيني عند كل فوز لم يعجبها. كذلك انسجام كل الشعوب العربية والإفريقية بهذا الشكل في سابقة من نوعها. لاحظوا كيف يصفر الحكم لضربة جزاء لميسي، وأبعدت الحكم عوض معاقبة الفتى المدلل ميسي احتجاجه الكثير على التحكيم. بل ربما ستفقد فيفا عائدات مالية ضخمة في حال تأهل فريق مغمور أمام فريق مرشح للفوز بالكأس. ببساطة هي من تقرر الفرق. فإذا أقولها وأكررها وأؤكد عليها، مؤامرة رياضية على المغرب. فرنسا ليست بالمنتخب القوي على الأقل هذا اليوم، وإنما الحظ وقف بجانبها، بالإضافة لطاقم التحكيم الذي تحيز كثيرا لها، بل منح اللاعب بوفال بطاقة صفراء في لقطة غريبة فغابت تقنيات الفيديو التي يستخدمونها فقط إذا أرادوا ذلك. صحيح ارتكبنا أخطاء قاتلة وغاب التركيز قليلا وطغت النرفزة والأنانية عند بعض أثناء الرغبة في التسجيل، لكن تحيز الفيفا أمر غير مقبول إطلاقا. من جهة أخرى ما زلت لا أفهم غياب أمير قطر على حضور المقابلة، هو الذي اعتاد على تشجيع منتخبنا مع عائلته في جميع مقابلات المغرب. على العموم نفتخر بمنتخبنا الآن. بعد تغيير العقلية نحزن عند ضياع التأهل للنهائي. لا شيء مستحيل، نتمنى أن نغير تفكيرنا فعلا. نحتاج لتغيير العقلية في مجالات أخرى، ونحتاج إرسال بعض المسؤولين لمزبلة التاريخ لعدم تشريفهم لبلادهم والسعي بالإطاحة بسمعته. نحتاج لحب بعضنا ووطننا، ونستحضر النية في معاملتنا وواجباتنا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد.